السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفه طبيعيه للشعر اللي غادي ترحموا لي عليها الوالدين. كتعالج تقريبا جميع انواع المشاكل اللي كتكون عندنا في فروه الراس وفي الشعر، ولكن هنا راه كنهضروا فقط على المشاكل الخارجيه اللي كتكون عندنا في الشعر، ماشي من الداخل، لان اغلب المشاكل كتكون جايه من الداخل. ولكن هذه الوصفه هذه كتساعد بزاف الناس اللي عندهم فطريات في الراس، الناس اللي عندهم كيعانيو من القشره، من الحكه، من الفراغات، من تساقط الشعر. يعني هذه علاج خارجي فقط. واحسن حاجه في هذه الوصفه هي انها فيها 2 عشبات فقط، والسر ما كاينش في العشبات بوحدهم وانما حتى في الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للعشبات عندي هنا اكليل الجبل اللي يكون اخضر، وكذلك عشبه المره اللي حتى هي خصها تكون خضراء. بالنسبه للاعشاب هذو كنسميهم في المغرب حنا مريوت واليازير، كيف ما قلت لكم خصهم يكونوا خضرين. كناخذوا هذه العشبه ديال مريوت، كنحيدوا لها البنات غير ديك الوريقات ديالها اللي كيكونوا خضرين لانها خصنا نطحنوها، وباش نطحنوها ما بغيناش ديك العواد القاصحين. كناخذوا غير الوريقات، وحتى ديك الغصن اللي كيكون خضر حتى هو كنخليوه وكنغسلوها مزيان، لا هي ولا حتى الازير. كيف ما غادي تشوفون هنا غسلت مريوت مزيان تقريبا 2 مرات ولا 3، ومن بعد عاوتاني الازير حتى غسلته عاد فركته لان الوراق ديالو شويه صغارين ماشي بحال مريوت الوراق ديالو تقدر تغسلهم. كيف ما كتشوفوا هنايا جبت الازير حتى هو غسلته مزيان. وكيف ما قلت لكم الطريقه ديال التحضير هي اللي فيها السر. علاش؟ لان هذه الوصفه هذه بالضبط كنحتاجوا فيها هاد الازير ومريوت يكونوا خضرين، وغنستافدوا من ديك القوه ديالهم وهما هكاك خضرين. انا عندي وصفه اخرى فيها الازير ومريوت وبزاف الاعشاب اخرين اللي كيطيبوا في الماء، ولكن هذه بالضبط البنات نفعتني بزاف اكثر من وصفه اخرى فيها المكونات اللي كيطيبوا في الماء، وكنحس ان اصلا هاد الاعشاب اللي كيبسوا ما كيبقاوش عندهم نفس المفعول بحال ملي كيكونوا باقين طريين. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت كاس ديال الماء يكون غير دافي. دابا هاد الماء هادو راني طيبتهم قبل وخليتهم حتى ورجعوا غير دافين هكذا، باش ملي كنزيدوهم على هاد الوصفه ما كنقتلولاش ديك الجهد ديالها. الماء فقط غليناهم باش نعقموهم، لان هاد الوصفه هذه تبارك الله راه كتبقى في الثلاجه من شهرين حتى 3 شهور. واحد المره دوزت لي حتى 4 شهور البنات، والله ما نكذب عليكم. خليوها غير في الثلاجه ملي غتسالوا هاد المراحل كامله انا غادي تشوفوا في الاخر. وكنعملوها في القريعات ونعملوها في الثلاجه. هاد المرحله هذه اللي كتشوفوني كنطحنها هنا بالبغاميكسو، ممكن نتوما تستعملوا مولينكس، يعني داكشي كامل تعملوه في الخلاط الكهربائي ودوزوه. انا حيت ما عنديش ضربتها تما غير في البغاميكسو صافي كنخلطوا يعني ديك الكاس ديال الماء مع ديك الاعشاب ونطحنوهم ونصفيهم. هنا صفيتهم المره الاولى ومن بعد زدت عاوتاني شويه د الماء على ديك الخليط، حيت العشب كيبقى فيهم شي حاجه ديال المكونات. المهم كنزيدوهم شويه د الماء. ها انت كتشوفوا هنايا زدت شي حاجه د الماء، وعاوتاني كنبقى نمعسهم مزيان. كنبغي نخرج ديك القوه كامله اللي كاينه في هذيك الاعشاب. ولكن واخا هكاك ما نكثروش الماء بزاف البنات. نتوما شفتوا ضفت في الاول كاس واحد مع الخلطه كامله، ومن بعد هنا غير واحد 4 كاس وصافي، لان حنا عندنا الغرض ان الوصفه تبقى في القوه ديالها، نستافدوا من الجهد ديالها كامل. بالنسبه لطريقه الاستعمال غنعطيكم طريقتي انا كيفاش مجرباها. انا دائما قبل ما ندوش ب2 ساعات على الاقل، يعني من 5 ساعات حتى ل2 ساعات دبقى على الشعر ديالكم قبل ما تدوشوا. وانا حيت الفروه ديال الشعر ديالي دهنيه كنستعملها حتى 3 مرات ما عندي حتى شي مشكل، لان هي كتنشف شويه الشعر. بالنسبه للناس اللي عندهم شويه الشعر ديالهم ناشف يستعملوها مره في الاسبوع يشوفوا هما عينهم ميزانهم. انا كنستعملها كما قلت لكم 3 مرات، واصلا بغيت الشعر ديالي ينشف لانه دهني بزاف. هنا راني صفيت الوصفه البنات وكنكبها في هذه القريعه. هذه القريعه من الاحسن الا كانت عندكم شي قريعه اللون ديالها غامق يكون من الاحسن. صافي هنا الوصفه ديالي راها واجده البنات. عمرت هذه القريعه هذه اللي غادي نحطها في الثلاجه، وهذه الصغيره هي اللي كنبقى نستعمل منها. هذه القريعات بجوج بهم كنحطهم في الثلاجه. كيف ما قلت لكم الصغيره هي اللي كنبقى نستعمل منها. وكنبقى كل مره كنشم فيها. اذا لقيت الريحه باقا هي هذيك فيها ريحه الازير وريحه العشب مزيانه راه باقا مزيانه. اذا شفتوا الريحه ديالها بدات كتبدل عاد كتخسر. كيف ما قلت لكم كتبقى من شهرين 3 شهور، يعني كتعملوها مره واحده وصافي كتنساو الوصفه. كنتمنى انكم تجربوها، واذا جربتوها ونفعتكم تخليوا لي شي دعوه ديال الخير. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش من اللايك والتعليق والاشتراك في القناه، ونتلاقاو فيديو اللي ماجي ان شاء الله. بسلامه.